اهلا بكم في فيديو جديد مع محمد العاصي. النهارده احنا عندنا فيديو مختلف جدا، والفيديو هو عباره عن ان احنا هنشوف وهنتعلم ازاي نحرك التكست بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. بلاش رغي كتير، يلا بينا. اولا يا صديقي هنفتح كومبوزيشن نخليها 1920 في 1080، بعد كده هنعمل اوكي. بعد كده يا صديقي هنبدأ نكتب التكست بتاعنا زي ما انت شايف. وبعد كده هنبدأ نجيب البين تول ونبدأ نرسم بالبين تول على التكست بنفس الشكل، مش نفس الشكل قوي، المهم ان تكون حاجة قريبة من التكست زي ما انت شايف كده يا صديقي. نبدأ نحدد الحروف على حسب انت عايز التكست يتحرك، هو بيتحرك شكله عامل ازاي. عايز تكتب الميم الاول، عايز تكتب الميم الحرف الاول كده، فاهمني؟ فزي ما انت شايف دي الطريقة اللي انا بعملها عشان التكست يتكتب ورا بعضه وما يكونش شكله مش طبيعي او شكله مش كويس. تبدأ ان انت تحدد الاسم كويس زي ما انت شايف، وبعدين نعمل الدال ينكتب زي ما هو ظاهر بالظبط في التكست. وبعدين انت ممكن تجيب الترم باس من هنا، من اد هنا، او لما تضغط عليه بيظهر الاد اللي فوق. تبدأ تعمل الترم باس، بعدين تعمل اللي هي الاند، وتعمل خليها مثلا على ثانيتين، ونخلي الاولانية 0 والتانية 100. فزي ما انت شايف كده الشيب اتكتب معاك. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتعمل له انفمات، بس هو بطيء شوية، ممكن نخليه سريع شوية، نخليه ثانية واحدة. زي ما انت شايف كده هو شكله كده مناسب، شكله كده مناسب شوية. عايزين نشوف بقى هنعرف ازاي نخليها الوان، طبقات الوان ورا بعضها. الاول خلينا بس نظبط شوية حاجات في التكست كده بحيث ان احنا يعني يكون التكست مكتوب مفيهوش اي اخطاء او كده، واشوف اي حاجه مثلا ظاهره او في حاجه ناقصه مش ظاهره. فببدا يعني مثلا زي الحته اللي هنا دي ببدا اعدلها، اشوف مثلا ازاي اخليها ظاهره مش عارف ايه. فببدا اعدل لحد ما ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. نحطها في بري كومبوز زي ما انت شايف، ونكرره من فوق، ما ينفعش تكرره من تحت. لو انت كررته من تحت التعديل اللي هتعمله في واحد هيبقى نفس اللون في كله، فلازم تعمل له تكرار من فوق زي ما انت شايف. وبعدين هتنزلهم ورا بعض وتقسمهم كده. انا حطيت كل واحد منهم فرق بينهم بين 2 4 ثواني. هنبدأ تغير كل واحد منهم على حسب اللون اللي انت عايزه. يعني هنخلي اللي تحت خالص اصفر، اول حاجة تظهر هتبقى الاصفر واللي هو تحت خالص. وبعد كده هنبدأ نجيب التاني اللي هو هيظهر بعد الاصفر، هنخليه لونه ازرق. تمام زي ما انت شايف كده. اعتقد كده التكست شكله جامد جدا واحترافي وحاجة جامدة. يعني في بعض الحاجات انت ممكن تظبطها اكتر، هتطلع معاك بشكل احسن كمان من كده. وكمان على حسب الالوان اللي انت تختارها، حاول تختار الوان مناسبة مع بعضها. بس كده يا صديقي، اتمنى الفيديو يكون عجبك واتمنى تكون استفدت. لو في اي حاجة تانية حابب ان انا اشرحها الفترة اللي جاية، يا ريت تكتب لي في الكومنتات، ويا ريت تكتب لي رأيك في الفيديو ده وهل استفدت ولا لا. شكرا جدا ليكم، يلا مع السلامة.